أهلا بيكم متابعينا. احنا بتوع الملخصات. ملخص النهاردة مؤثر قوي ومليان عياط. هاتوا علبة المناديل وتعالوا بينا نشوف فيلمنا النهاردة بيتكلم عن ايه. بس قبل ما نبدأ نورونا بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس. بيبدأ فيلمنا بالطفلة جونج اللي بتكون ماشية مع الأخصائي الاجتماعي وبيكونوا رايحين على بيت جدتها وعلى ظهرها أختها الصغيرة، وبنعرف إن أم جونج هربت من بيتها عشان تكون مغنية مشهورة، بس للأسف ماتت وسابت الطفلين لوحدهم. ولما بتوصل جونج لبيت جدتها مش بتلاقيها وبتفضل قاعدة مستنياها وبيغلبها النوم. وبتوصل الجدة وبتفكر إن جونج حرامية وبتشد منها شنطتها، بس بيقع منها الرماد بتاع أم جونج. والجدة بتفهم إن بنتها ماتت وبتكون حزينة قوي. وجونج بتعرفها على نفسها وعلى أختها وبتقول لها إن أساميهم معناها اللؤلؤة والأميرة. والجدة بتقول لها أساميكم جميلة قوي، وبتقول لها إنها تروح تحضر لهم أكل لأنهم أكيد جعانين. وبعدها بتروح جونج مدرستها الجديدة وبتقعد جنب المز بتاع الفصل اللي بيبقى اسمه وورام. والبنات زمايلها بتنفسن عليها قوي لأنهم معجبين بيه وهو مش معبرهم، وبيتلموا عليها بعد المدرسة وبيدوها علقة في الشارع وبيقولوا لها انتوا عيلة كلكم فضايح وإننا عارفين قصة أمك الهربانة وشغلها في الغنى. فطبعا جونج بتتعصب جدا وبتدي البت الرخمة بالروسية في مناخيرها وبتنزل دم في ساعتها، وزميلهم بيبقى شايف كل ده ومبسوط قوي. وبعدها بتروح جونج البيت والجدة بتقول لها ان اختها الصغيرة محتاجة مصاريف وحفاضات ولبن، وبتقول لها اننا لازم نتصرف. وبيروحوا على الماركت وبيسرقوا العينات المجانية بتاعة الحفاضات وكمان عينات اللبن. وبعدها بتروح مع جدتها مكان شغلها اللي بتبيع فيه مناديل، لان الجدة فقيرة قوي وملهاش اي مصدر دخل تاني. وبيكون في الوقت ده ورام بيحكي لأمه عن جونج، ولأن عنده أخ صغير فبيقترح عليها لو يدوها لبن لأختها من الباقي عندهم، ومامته بتوافق وبتبقى أخت جونج الصغيرة متأمنة بالحفاضات واللبن لشهر قدام. وفي يوم بتكون الجدة قاعدة مع جونج وبتقرب عشان تعدل لها شعرها، فجونج بتتخض وبتبعد، والجدة بتحس إن بنتها كانت بتضرب حفيدتها. وتاني يوم جونج بتقابل الأخصائي الاجتماعي اللي بيحب المدرسة بتاعتها وبيديها منديل عليه رسالة حب عشان تديه للمدرسة. وبعدها جونج بتنام في الفصل من كتر التعب والسهر. وبعدها بتكون الجدة قاعدة بتتسلى مع صحابها، لكن جونج لما بتيجي بتتعصب جدا، وده لأن واحدة من صحابهم بتدخن، وده طبعا غلط على أختها الصغيرة. وبعدها بتجيلهم مامة ورام عشان اللبن اللي بتديهولها وبتقول لها صح هي أختك هتاخد التطعيمات فين. فطبعا جونج ما بتبقاش عارفة أي حاجة عن الموضوع ده، والست بتقول لها إن في وحدة صحية جنبهم بتدي التطعيمات ببلاش. وقبل ما يروحوا بيعدوا على الماركت عشان ياخدوا العينات، والبياع بيقفشهم والجدة بتركع وتترجى فيه وبتقوله أرجوك سامحنا، وبتقوله خد دبلتي بس بلاش نروح القسم لأن الأطفال هناك هتتبهدل. فبتصعب عليه جدا وبيقولها خلاص روحي بس ما تعمليش كده تاني. وبعدها بتكون جونج في المدرسة وبتجيلها البت الرخمة وبتقول لها إنها شافت اللي حصل في الماركت وإن منظر جدتها يا حرام وهي بتتحايل على البياع كان مضحك قوي. فجونج بتقول لها هو انت عايزة مني ايه؟ فبتقول لها لو عايزاني ما اقولش لحد على اللي حصل خلي ورامي يتغدى معايا في استراحة المدرسة. وبتروح جونج للولد زميلها بس بيكون مش طايق البنت نهائي، بس بيغصب على نفسه وبيوافق. وبتفضل قاعدة ترغي على دماغه وبيطلب منها الكاميرا بتاعتها يومين، فهي بتوافق وبيروح يديها لجونج لأنه عارف إنها بتموت في التصوير وإنها نفسها تمسك كاميرا من زمان. وبتقعد تصوره صور تحفة وبنلاقي إن البنت موهوبة فعلا. وتاني يوم بتكون حصة الألعاب وكل الولاد بتنزل الملعب ما عدا جونج، وده لأنها معهاش تريننج رياضي. وبتبص على الديسك اللي قدامها وبتلاقي محفظة لونها أحمر. وبعدها بنلاقي واحدة من زمايلها عمالة بتنوح وبتقول محفظتي اتسرقت وفيها 30 دولار. وأم البنت بتيجي وبيكونوا شاكين في جونج وبيبعتوا لجدتها وبتقول لهم احنا فقراء بس مش حرامية وحفيدتي لا يمكن تعمل كده. والست بتتكلم بمنتهى التكبر وبتقول لها اكيد هي اللي سرقتها. فالجدة بتتعصب وبتجيبها من شعرها. وفي اللحظة دي بيدخل ورام وبيقول انه لقى المحفظة في الملعب وان جونج بريئة. وبعدها بيروح لجونج اللي بتبقى محرجة منه قوي لانه لقى المحفظة في شنطتها وهي فعلا اللي كانت سرقاها. وبيقول لها كلنا بنغلط لكن الاهم اننا منكررش الغلط ده. وبعدها بتقعد جونج مع جدتها وبتحاول تخفف عليها تعبها وبتقول لها تعالي نلعب لعبة حلوة قوي، كل واحد فينا هيقول للتاني سر ولو ما طلعش سر هيخسر. وبيفضلوا يقولوا لبعض أسرار مضحكة وبيبقوا مبسوطين قوي.
ومرة واحدة جونج ملامح وشها بتتغير وبتقول للجدة سري هو إني مش حفيدتك الحقيقية وبنتك دي تبقى مرات أبويا مش أمي. فالجدة بتقول لها تخسري، أنا عارفة من أول يوم وعارفة إن بنتي كانت بتضربك وبتعاملك وحش وأنا ما قدرتش أسيبكوا لوحدكوا وصعبتوا عليا. وبتترجاها تدعي لبنتها وما تبقاش شايلة منها. وتاني يوم بتروح جونج وأختها وجدتها ميعاد التطعيم وبتعرف إن في تطعيم ببلاش على قده وفي تطعيم فعال قوي وآمن. فبتقول الموظفة أنا عايزة من التطعيم اللي فعال. فبتقول لها إن ده بفلوس كتيرة قوي وبتقول لها إزاي يعني أنا لو معيش فلوس أختي تاخد شيء مضر. وفي الوقت ده بتيجي الجدة عشان تشوف فيه إيه وبتبقى شايلة بيبي تاني وسايبة أخت جونج على الكرسي والبيبي يا حرام بتقع على وشها وبياخدوها على الطوارئ لأنها بتكون اتعورت. والدكتور بيقول لهم إن البيبي عندها سيولة في الدم وإن أي خبطة أو تعويرة هتخليها تنزف زيادة عن اللزوم وده خطر طبعا. وبيروح ورام يطمن عليهم وبيلاقوها في الاستقبال في المستشفى بينادوا على جونج. ولما بتروح لهم بتلاقي إن جدتها تايهة ومش عارفاها ولا عارفة حتى هي موجودة هنا ليه. وبتطلع جدتها عندها أعراض الزهايمر. وتاني يوم بتفضل الجدة تتخانق مع صحابها اللي متعودة تقعد معاهم لأنها مش فاكراهم أساسا. وبعدها بتقعد مع البيبي وتراعيها وبتقلع النضارة وتحطها جنب إيديها وبسبب انعكاس الشمس على ازاز النضاره ايد البيبي بتتحرق وتتعور وبيجروا بيها على الطوارئ. والدكتور بيزعق لهم وبيقول لهم انا نبهت عليكم قبل كده ان البنت دي ما ينفعش تتعور وبالشكل ده هي لازم تتحجز كام يوم تحت الملاحظه. وبعدها بتيجي للدكتور مراته وبتعرف منه قصه اخت جونج البيبي وبتعرض عليه انهم يتبنوها وده لان حياتهم بقت بائسه قوي بعد موت ابنهم الرضيع. والدكتور بيوافق وبيوسط الأخصائي الاجتماعي إنه يبلغ الجدة. وجونج بتتعصب قوي لأنها متقدرش تستغنى عن أختها وبتروح لأختها المستشفى وبتكون حزينة جدا وبتلاقي كل التمريض عمال يتكلم على حالة أختها السيئة وإنها محتاجة علاج وفلوس قد كده وإن الدكتور كتر خيره وقام بكل اللازم ودفع كل التكاليف. فبتحس إن أختها هتتبهدل معاهم وبتوافق على عرض التبني. والجدة بتكون مقهورة عليهم وزعلانة كمان على مرضها وبتكتب أسامي البنتين على إيديها عشان تفضل فاكراهم دايما. وبعدها بتمشي الطفلة مع عيلتها الجديدة وجونج بتكون زعلانة قوي والجدة حالتها بتسوء أكتر وأكتر. وبعدها بيجي الجونج السكرتير بتاع الدكتور وبيقول لها إنهم عازمينها تقضي عندهم يوم وده لأنهم هيسفروا أختها أمريكا عشان تتعالج من المرض بتاعها. ولما بتروح بتلاقي البيت جميل قوي وبيعرضوا عليها إن هي كمان يتبنوها وإنها تعيش مع أختها وهي بتقول لهم هفكر. ولما بتروح بتقعد تغسل لجدتها شعرها وجدتها بتقول لها أنا خلاص بخرف وحالتي وحشة قوي وديني دار المسنين وروحي عيشي جنب أختك. وجونج بتكون متأثرة قوي وفعلا بتنفذ رغبة جدتها وبتروح عشان تعيش مع الدكتور وعيلته. ولما بتروح تزور جدتها بتلاقيها وصلت لآخر مرحلة من الزهايمر وإنها مش فاكراها نهائي. فبتصعب عليها وبتسيب جواب لمرات الدكتور وبتقول لها إنها هترجع تعيش مع جدتها وإنها هتاخد بالها منها وبتوصيها على أختها الصغيرة. وبترجع تعيش مع جدتها آخر أيامها والجدة بتكون تعبانة قوي وبتقول لجونج إنها بتحبها وبتحب أختها وإنها اتمنت لو عاشت معاهم أكتر من كده. والجدة بتموت. استنوا ما تعيطوش عشان أنا عيطت كفاية قوي والله في الحتة دي. وبتعدي السنين وجونج بتكبر وبتبقى بنت زي القمر وبتبقى أشهر مصورة في البلد ومعرضها بيكسر الدنيا. وأختها بتجيلها وبتكون رجعت من أمريكا بعد كذا سنة بعد ما خفت من المرض بتاعها وبيحضنوا بعض وأخيرا بيتلم شملهم تاني ومش بيبقى ناقصهم غير الجدة الطيبة. ربنا يرحم الجدات اللي توفت ويخلي الجدات اللي موجودة دلوقتي مع أحفادها. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. مش هطول عليكم عشان تعيطوا براحتكم بس شجعوني واعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.